احنا هنبدأ مع بعض سلسلة رسائل كتبتها. هي الحقيقة ما وصلتش لصاحبتها لأسباب كتير، بس أتمنى إنها توصل لقلوبكم. عزيزتي مريم، تعلمين أن حديثا بيننا لم يكن مقدرا له أن يبدأ. مرت شهور طويلة منذ أن كتبت لك، كأن الكلمات قررت الهروب وتفلتت من عقلي كل الأفكار. هذه المرة كان عقلي الصاخب أكثر صخبا حتى من أن يكتب. أما الآن فقد قررت أن أكتب، رغم أني لا أدري ما قد تخبئه لي الحروف والكلمات. وكطفل عابث أخذت أعبث بأزرار لوحة المفاتيح. في البدء ارتجفت، ظننت أنه من المحال أن أجد ذلك التناغم مرة أخرى. يبدو التناغم هذه المرة أكبر من قدراتي بكثير. تتوارى الكلمات رغم ظهورها في عقلي، وكأن في النفس قوة مظلمة تبتلعها جميعا. لكن يظل السؤال: عن ماذا أكتب؟ حسنا، سأكتب كما أفعل دائما، عن الحياة. في تلك اللحظة قرر عقلي إفساد ذلك السيل من الأفكار، قائلا: تعلمين أن كونك على قيد الحياة له ثمن، أن تعاشري أشباحك وتسمعين همساتهم وتطاردك صورهم جميعا. حسنا، أعلم ذلك جيدا. فها هو أحدهم قد قام بجر كرسي عال محدثا صريرا تردد في كل خلايا عقلي، وارتدى نظارة القراءة خاصته، وجلس عاقدا ساقا فوق الأخرى خلف كتفي مرددا: كل كلماتك بلا جدوى، كل ذلك الجهد لن يؤدي إلى نتيجة. ستعودين بخفي حنين كالعادة، بقلب مكسور وأشباح جديدة. عاصفة من الذكريات عصفت بقلبي مع صدى الكلمات في عقلي. شقت روحي وتوتر كل عصب وكل عضلة في جسدي، تقلصت جميعها في عقدة تربطهم إلى عمودي الفقري، وشلت أصابعي فوق لوحة المفاتيح دون أدنى قدرة على التحرك. يريدني شبحي أن أدفع العالم كله بعيدا، أن أغمض عيني وأوسط قلبي ألا أسمح لأي شيء أو شخص بالدخول، حتى لو كان مجرد خيط رقيق من أشعة الشمس، أو زغزقة عصفور، احتفاء بشروق شمس منتظر. أغمضت عيني وسددت أذن عقلي عن صوت شبحي قاسي القلب، وبجرأة طفلة تلهو بجوار منزل يسكنه العفاريت بدأت أكتب. تحررت أصابعي واحدا تلو الآخر، تتشكل الحروف في كلمات صغيرة مرتبكة في البداية، ثم تتحول إلى شلال مندفع من الألوان، وكأن بمقدوري رؤيتها وهي تغادر لوحة المفاتيح في سرب من الفراشات الملونة، أو كقطار من الألعاب النارية الزاهية. تذكرني الفراشات بأن الكلمات تملك دقات قلب، وأنا أيضا مثلها. عزائي الوحيد أنك في عالم لا أشباح فيه ولا لوحة مفاتيح، فحتى نلتقي كوني بخير. كتابة وأداء رشا عزام. ولو أول مرة تشوفوني، ده على جناح حكاية. أتمنى تكون الرسالة عجبتكم وتكون وصلت.